كل سنة وانتم طيبين. يلا استعدادات رمضان ونعمل الطعمية. ما تنسوش تعملوا اللايك والشير ومتابعة لقناتي. هعمل معاكم احلى طعمية ممكن تاكلوها في البيت بأبسط طريقة وأبسط مكونات. هشة قوي، طرية جدا، طعمها فوق الوصف. وأبسط من ده كله ان هي مش شاربة زيت، مش نظيف، معمول فيه 100 مرة، وبتجيلنا سودة وفيها حمو. لا، انتي هتعملي طعمية مظبوطة. بنص كيلو فول مدشوش بس هنغرق الدنيا. جبت نص كيلو فول مدشوش ونقعته يوم بليلة. يعني ايه، هعملها من امبارح. ونقعته. وبصلاية واحدة خضرة، وده كرات بلدي. قطعتهم كده على اساس ان انا مش هستخدمهم كلهم، بس لا، لقيت ان انا يعني محتاجة ان انا استخدمهم كلهم. ربطة الكرات، هي الربطة كانت صغيرة، كل اللي انتوا شايفينه ده ربطة. وواحدة بصل اخضر، بدلت البصل الاخضر بالبصل بتاعنا. لو ما عندكيش بصل اخضر تقدري تبدليه ببصلة بيضة. ما عندكيش كرات تقدري تبدلي الكرات ب... بربع حزمة كزبرة. مش عايزين الخضرة كتير عشان ما تسودش معاكي. نفس المقادير بالظبط، هتطلع تحفة التحفة. ربطة كرات، وواحدة بصل اخضر، ومعلقة توم. بس هي دي كل المقادير. معلقة الثوم، نص كيلو الفول المدشوش، ربطة الكرات، واحدة بصلة اخضر، ملح وكمون وكزبرة. هعمل ايه؟ هنقع الفول المدشوش يوم بليلة، وهاخده اطحنه في الكبة بتاعتي او مطحنة اللحمة، يعني مفرمة اللحمة اللي هي اليدوي دي بتاعت زمان كنا بنعمل فيها طول عمرنا. هفرمه في مطحنة اللحمة او في الكبة. هفرم الفول المدشوش الاول زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هحطه فوق الخضرة والبصل بتاعنا والثوم. البهارات اخر حاجة، لما احس ان انا سمخت كل الكمية اللي معايا وبقت ناعمة وهشة جدا. في خطوة بسيطة بس هقولها لكم، هي دي اللي هتخليها معاكي هشة هيشان، يعني ما حصلش كأنها كيكة اسفنجية. الباقي معايا شوية الفول المدشوش دول هتلاقي فيهم بتاع معلقتين مية كده. يعني ايه المية اللي باقية مكان ما انت صفتيه. المعلقتين دول حطيهم وانت بتفرميها، هيسهلوا الدنيا جدا وهيسهلوا الخلطة جدا، وهيخلوها تتفرم معاكي يعني بسرعة وبسهولة. هي هي يعني مش هتحطي كله على بعضه وهتفرمي، علشان الموتور برضو بقفل شوية وافتح شوية لغاية ما فرمتها كلها. هتعملي ايه؟ اخر خطوة بقى معانا انك تحطي البهارات. بتوع الطعمية بيعملوا ايه؟ بيجيبوا بهارات خاصة بنفسهم. بيعملوها ازاي؟ هقول لكم بس النقطة دي. انتي هتربيها بايدك او بالمضرب السلك ده ربع ساعة، لا اما هتحطي السلاح ده وهربها في الكبة. السلاح ده سلاح الرب او الكيكة، بيتربى في الكبة عادي. شايفين علت ازاي قوي ودخلها هوا، وبعد كده لما بقلبها بتنزل تاني. هو ده اللي بيعملوه بتوع الطعمية. عندهم زي عجان كبير كده يفضل يلف في الطعمية يلف في الطعمية يلف في الطعمية. اقول لكم بقى بتوع البهارات بتاعه الطعميه بيعملوا ايه؟ بيعملوا شكاره خاصه بنفسهم، دي بهارات الطعميه بياخدوا منها على طول. بيحطوا ورق لوري، وبيحطوا بهار قليل جدا جدا من بهار اللحمه، وبيحطوا واحده كوبيبه صيني، وبيحطوا قليل جدا من الفلفل الاسود، وبيحطوا كزبره ناشفه. انا شفتهم وهم بيطحنوها. اخدت معايا بقى هفرزها. هوريكم بالظبط هي لما اتحمرت بقت عامله ازاي ولما فرزتها. انا هفرز نص كوبايه في كل كيس. النص كوبايه دول هيعملوا لك 10 اقراص محترمين. طبعا سحور رمضان مش محتاج اكتر يعني من كده. مش هتاكلي طعميه كتير، ما هوش في الايام العاديه. ولو انتي شاطره برضو في عز الايام اللي احنا فيها ده والغلا اللي احنا فيه، بتجيبي 5 اقراص طعميه ب5 جنيه. اعملي العملة دي كل شهر، هتوفر معاكي كتير جدا. ادي 1 2 3 4 5 6 7، والثامن هنقليه دلوقتي. لو عملتي الوصفة دي كل شهر هتوفر معاكي كتير. ربع معلقة بيكنج باودر وانا بقليها، او رشة بسيطة.
ما بنحطوش على الخلطة علشان ما يسودهاش. بالمعلقة بقى، انا جربت معاكم بالمعلقة اهو. الاسهل ان انا دايما بعملها بالمعلقة، او عايزة تعمليها قراص وتحطي على وشها شوية كزبرة ناشفين او سمسم. عيشي بقى حياتك، عايزة تحشيها فلفل الوان احشيها زي السوريين، عايزة تحطي عليها شوية سمسم حطي شوية كزبرة، وبألف هنا عليكم. كل يوم على السحور هنعمل ايه؟ يعني هنغير. مرة هنعمل 10 اقراص طعمية جنبيهم طبق الفول المتين، وهنحمر بطاطس وحتة الجبنة اللي احنا عملناها قبل كده. الظروف الاقتصادية عن الناس كلها، غني وفقير بيعاني من غلاء الأسعار، فلازم ندبر نفسنا بأبسط شيء. ربنا يرزقنا ويرزقكم البركة في الوقت والمال والجهد، وأهم حاجة البركة في الصحة والأولاد. ربنا يرزقنا البركة ويتقبل مننا صيام شهر رمضان. طعمية ممتازة. أحلى ما في الموضوع بقى إنه بزيت نظيف، مش هتكرريه 100 مرة، ولا هو زيت اسود ولا هنروح نجيب من فلان لا من علان، لا هما ال10 اقراص هيتحمروا جنب طبق الفول. عايزة تحمري يوم بطاطس كان بها، مرة بطاطس مسلوقة، مرة شوية بيض وحتة الجبنة. ارجعوا لوصفة الجبنة اللي انا عملتها ممتازة. ناس كتير جدا كلمتني وقالت لي انهم عملوا الجبنة وطلعت حلوة جدا جدا. فرحت قوي قوي يعني ان هم عملوها وحاجة عجبتهم. ببقى مبسوطة قوي بانكم بتقولوا لي ان انتوا عملتوا حاجة وعجبتكم على الخاص. وببقى يعني اكمنوا ما بتعلقوش على الحاجات. ببقى مش مصدقة ان انتوا فعلا بتشوفوا الوصفات وبتعملوها. ببقى مبسوطة جدا لما حد بيقوله اني عمل حاجة وعجبته. يعني الحمد لله في تطبيق جامد على الوصفات كلها. بشكركم طبعا، ونفسي تجربوا الطعمية بالطريقة دي هتعجبكم جدا. هشة طرية من جوه، مقرمشة من بره، ما هياش شاربة زيت تشجع ان احنا ناكلها. بألف هنا بألف هنا على قلبكم. ويا ريت يا ريت تعملوا الوصفات دي كل شهر، هتوفر معاكم في الميزانية كتير جدا. يعني مش استهلاك في الوقت ولا حاجة، والله الوقت بيبقى بسيط قوي. والطريقة دي في التفريز بتطلعيها بتعمليها في ساعتها، بتلفيها في الكيسة كده بتفك من تلجها في ثواني. كل سنة وانتوا طيبين، ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.